السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي الحلوين، عاملين ايه؟ جيت النهارده من قناتي بي تي اعمل معاكم حاجة كده تحلية سريعة للناس اللي بتحب الحاجات المسكرة. طريقة سهلة للشعرية. طبعا ممكن تكون طريقة تقليدية بالنسبة لناس كتيرة، بس في ناس كتير برضو ايه بتحبها، فانا حبيت اعملها معاكم. انا كل اللي هنحتاجه كيس شعرية، عايزين شوية جوز هند وشوية زبيب وزبدة الفول السوداني، انا بحب استخدمها قوي في الحاجات السريعة اللي زي كده. وعايزين معلقتين زبدة ونحطهم في الحلة، ويلا بينا نشوف الطريقة ايه. بس ما تنسوش قبل ما نبدأ الفيديو تدعموني باللايك والشير وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من قناتي بي تي. يلا بينا. اهو كل اللي جبناه حلة وحطينا فيها معلقتين الزبدة بتوعنا، ونزلت بيهم بكيس الشعرية عليهم بكيس الشعرية. هنفضل نقلب طبعا لحد ما تحمر بالشكل ده. اول ما لونها يبدأ يغير هننزل عليها عفوا نسيت اقول لكم طبعا السكر، بس يعني اكيد كلكم عارفين ان اكيد شعريه كتحليه اكيد هتاخد شويه سكر مننا. طبعا السكر اكيد طبعا على حسب الرغبه، في ناس بتحبها مسكره جامد، في ناس بتحبها يا دوب سن التسكير كده خفيفه، فعلى حسب الرغبه. شايفين لون الشعريه رايح يحمر ازاي اهو. خلاص كده وصلنا للون الذهبي اللي احنا عايزينه. جميل اهو. نديها كمان تقليبتين عشان لو في حبايه لسه ما احمرتش معانا. بعد كده انا دايما بحب احط السكر قبل ما اضيف الميه. انا طبعا كيس الشعريه عندي حطيت له 6 معالق سكر كبيره، بحب كده اديها كرمله السكر في السمنه او الزبده، يعني على حسب الرغبه، او الزيت. كل واحد طبعا بيحط الماده الدهنيه اللي هو حاببها. اهو شايفين. بعد كده هنضيف الميه وهضيف عليها معلقتين من زبدة الفول السوداني. تعالوا بس اهم حاجة ما نكترش المية، يا دوب تغطي الوش بتاع الشعرية بالشكل ده، لان الشعرية انتوا عارفين مش بتاخد سوا كبير. اهو يا دوب شوية مية بس كده على وش الشعرية. وهنضيف بعديها معلقتين الفول السوداني، زبدة الفول السوداني اهو، معلقتين بالشكل ده هنضيفهم، ونفضل نقلب كده شويه عشان الزبده من تحت بتاعت الفول السوداني تسيح. طبعا في ناس بتحب تضيف زبده الفول السوداني بعد ما خلاص تستوي، نحطها على حسب. اهو بعد ما تغلي الشعريه معانا هنغطي عليها لحد ما تستوي. بعد ما ضفنا زبده الفول السوداني، زي ما قلنا حركه الفول السوداني دي الزبده بتاعته اختياريه طبعا، بس هي هتدي طعم وتست جميل قوي للشعريه. بس هنغطي الحله وهنسيب الشعريه كده 5 دقايق، 5 دقايق بالظبط تلاقي الشعريه استوت. يلا نشوف كده استوت ولا لسه. شايفين الجمال، شكلها لسه عايزه لها كمان ايه حبه. تمام كده دقيقه واحده بالظبط وهقفل عليها، وهحطها في طبق التقديم ونزينها بالزبيب وجوز الهند. اهو حطيناها في الطبق. هنجيب جوز الهند بالشكل ده وشويه زبيب كمان معانا بالشكل ده، ونرص الطبق كله بتاعنا بالشكل ده. بس كده احلى طبق شعريه واحلى تحليه. انتوا تدوقوها وفي 5 دقايق بس، وبالهنا والشفا على قلبكم. متنسوش تدعموني في القناه باللايك والشير عشان يوصلكم كل جديد من قناتي بي تي، وصفات سهله وسريعه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.